السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض هالمقلوبة المرتبة هذه، مقلوبة الفول الأخضر، من أطيب أنواع المقلوبة اللي ممكن تعمليها. تابعوني بالفيديو، خلينا نشتغل مع بعض بكل بساطة وسهولة. شايفين شكلها تحفة والطعم ولا أروع. نبدأ بسم الله. بحتاج لفول أخضر، بنقيه وبقطعه وبغسله بالشكل هذا. والرز اللي بستعمله أنا بحب أخلط في المقلوبة، يعني بخلط رز بسمتي مع رز صن وايت. بدي بصل مقطع، وبدي جزر وسنان توم، بندورة وفلفل أخضر. هذه كلها إضافات اختيارية بترجع حسب رغبتك. بدي أول شغلة أقلي الفول الأخضر، بقليه بس بحمروش، يعني بخليه بس يدبل هيك. تمام. قليت الفول الأخضر وقليت الجزر والبصل وسنان التوم، بس البندورة والفلفل خليتهم زي ما هما، واللحمة سلقتها وصفيت المرقة على جنب. البهارات بدي بهارات الرز والمحاشي وبهار وفلفل أسود وملح. طنجرة بدي استعملها دهنتها بسمنة كلها، وبدي أرتب قطع البندورة بالشكل هذا. حطيت قرن الفلفل. الآن بضيف قطع اللحمة، طبعا ممكن تعمليها بجاج. ومن الشغلات اللي ضفتها البهارات الصحيحة بحب أضيف كمان مع اللحمة. ضفت قطع الجزر وسنان التوم والبصل المقلي. الآن بدي أرش ملح، بهار، بهارات الرز والمحاشي، فلفل أسود. بدك تصيري تعملي كل طبقة وترشي هذه الشغلات. الآن بضيف الفول الأخضر، ضفته كله. بدي أرجع أضيف الملح والبهار وبهارات الرز والمحاشي والفلفل الأسود عشان تكون كل طبقة ماخدة طعم البهارات. الرز بدي أضيف له البهارات نفسها بس بدون الملح، لأنه المرقة تبعت اللحمة ملحاها ومظبطة ملحها. أنا بضيف الرز. بدي أحط صحن زي ما انتو شايفين، المرقة جاهزة عشان ما تعملش المرقة حفرة، لما أديرها ما تعملش حفرة. ضفت كل المرقة. الآن برفع الصحن، شايفين كيف الشكل؟ تمام. مجرد ما بتغلي بهدي النار وبغطيها وبتركها تقريبا من 20 ل 25 دقيقة. هيك بعد ما مر الوقت تشربت تماما، بقلب بالشوكة. تمام هيك. الآن بطفي النار وبغطيها وبتركها تقريبا ثلث ساعة قبل ما أقلبها، وهذا مهم جدا. وهيك عملت أطيب مقلوبة فول أخضر. حياكم الله.